اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. وكل سنة وانتم طيبين يا احلى اخوات واحلى متابعين. جايلكم النهاردة بطريقة تسوية جميلة جدا للكرشة. بصوا كده الجمال واللون جميل جدا، مع شوية رز ابيض. الله على الجمال، حاجة كده بجد جميلة جدا. وطبعا معظمكم بيحبوا الكرشة، واكلة الكرشة بتبقى بجد تحفة. اكلة ملوك يا جماعة، حاجة كده عسل. هنسويها بقى بطريقة جديدة كده جميلة جدا، ما بتاخدش مننا وقت خالص، ولا بهدلها بقى بالمواعين ولا اي حاجة خالص، ولا نشغل عيون البوتاجاز عليها. بطريقة سهلة وبسيطة هنعملها بكل سهولة. يلا كده بقى نسمي بالرحمن ونخش على الفيديو بتاعنا الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا كده يا حبايب قلبي 1.5 كيلو من الكرشة، غسلاه ومنضفاه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، جميلة جدا. اهو معايا بقى كده طماطم معصورة، حوالي كيلو من الطماطم او كيلو الا ربع من الطماطم. معايا بقى التوابل السهله البسيطه ديت، الملح وربع من معلقه من القرفه، بابريكا، توم، معايا ملح طعام، معايا كمون، معايا فلفل اسمر. بس كده التوابل بتاعتنا البسيطه ديت هنعملها بقى بكل سهوله، ما بتاخدش مننا وقت خالص. ولا بقى نقلي بقى كده في بالثومه، ولا نحرق بقى صدرنا ولا اي حاجه دي كلها. في بعضها كده ني في ني كده بتبقى بتريح المعده بتاعتنا، بجد حاجه كده جميله جدا. وما خدتش مننا وقت خالص، ومبهدله بقى من المواعين ولا كركبه بقى كده في المطبخ. هنعملها بقى بكل سهوله. هنحطها بقى في كيس الحراري حبايب قلبي، هنسويها في كيس الحراري، مش هتاخد مننا اي وقت ولا مجهود. هنجيب بقى كده ونوريكم كده هنعملها ازاي في الكيس الحراري. طبعا هنحط التوابل قبل ما نضيفها على الطماطم، على الكرشه بتاعتنا. هنقلبها كويس قوي لغاية اما التوابل تختفي خالص كده. بصوا كده لون الطماطم بقى جميل جدا بجد، والطعم بيبقى حكاية كده حبايب قلبي. كده انا قلبتها خالص كده، طريقة سهلة وبسيطة. ولا نسلق في حلة ونعمل الصلصة بتاعتها في حلة، هنعملها بكل سهولة بحاجة واحدة بس، وتبقى كده جهزت معانا. هنجيب بقى الكيس الحراري بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وهندخل بقى في الكرشة ديت نحطها. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. كده حبيب قلبي حطيت الكرشة بقى، هنزل بقى الصلصة ديت او الطماطم. الله على الجمال، مبتاخدش مننا وقت خالص. والكيس الحراري بتاعنا ده بياخد كمية كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا كده حطيت بقى كده قلبت، يعتبر قلبت كده الصلصة ديت في الكرشة كويس قوي. قفلت بقى الكيس كده كويس لغاية معايا بقى كده حبيب قلبي. القفل بتاع الكيس الحراري بيجي معاه كده في قلب العلبة بتاعته. وهنعمل بقى الكيس بتاعنا بقى تهوية كده بسيطة من فوق خالص كده، وكون بقى مولعة الفرن بقى في التوقيت ده، ونحطها بقى في الصينية تستوي معانا. مش هتاخد مننا وقت خالص، وهتدينا بقى النتيجة مبهرة. بصوا كده حبايب قلبي بعد ما طلعتها، الله على الجمال، حاجة كده بجد جميلة جدا، بجد مستوية وجميلة وتحفة. واللون بتاعها الله أكبر على الجمال، عسل بجد زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى الطبق التقديم بتاعنا ونقدمها معاه شوية رز أبيض. يستاهل بقى منكم بقى ايه، لايكات يا حبايب قلبي، وشير للفيديو عشان بقى الفيديو بقى الجميل ده يستاهل منكم بجد لايكات كتير قوي وتشجيع منكم على الجمال والحلاوة دي. بجد جميل جدا، والطعم حكاية، واللون بجد جميل جدا. بصوا كده، هو الفيديو حبيب قلبي بيتكلم عن نفسه، على الجمال والحلاوة الكرشة. انا بقى عملت لكم قبل كده الممبار اللي استوى في القلب برضو في الكيس الحراري،
والسلام عليكم ورحمة الله.